واكتشفت ان الخلفية هي سبب اساسي لزيادة المشاهدات او قلتها، فعشان كده هقولكم ازاي تعملوا خلفية تشد المشاهد من اول ثانية. اول حاجة فتحت البرنامج ده وهكتب لكم اساميهم في الديسكريبشن تحت، كتبت في خانة البحث براشز PNG، هيجيب لي كل الباك جراوند بتاعة الكتابة، يعني اللي هو الخطوط زي كده، وهقول لكم بستخدمها ازاي بالتفصيل. طبعا اي واحدة عجباني بدوس عليها وبعدين بدوس على الثلاث نقط وبختار داونلود ايمج، وده تاني برنامج انا هستخدمه علشان افرغ الخلفية، يعني يبقى هو الشكل بس هو اللي موجود قدامي. بدوس على ترانسبيرنت علشان يفرغ لي الصورة كلها، يعني يسيب لي هو الشكل ده البينك ده بس. بعد ما بيفرغ الصورة بالشكل ده بدوس على اكسبورت علشان يبقى متسيب عندي على التليفون. بعد كده بروح لتالت برنامج، وعايزه اقول لكم ان البرامج دي كلها مجانيه. بعد كده دوست على الابلود علشان اختار خلفيه من عندي احط عليها الخلفيه اللي فرغتها بتاعه الكتابه. بعد ما اخترت الخلفيه بدوس على الجاليري علشان اضيف الخلفيه اللي فرغتها بالشكل ده. بعد ما بظبطها على الخلفيه بالشكل ده بختار تكست علشان اضيف الكتابه، وبكتب النص طبعا اللي انا عايزاه. مثلا هختار النص ده وبعدين اظبط بقى النص، يعني اظبط الحجم على الخلفية اللي حطاها. بختار مثلا فونت علشان برضو اختار شكل النص اللي انا عايزاه، وبعدين ببتدي بقى اظبط حجم الخط، وده من فونت سايز. بظبط بقى الحجم على قد الخلفية بحيث الشكل يكون متناسق وواضح في نفس الوقت، ونقدر طبعا نغير اللون، وده من color. بختار اللون بقى، يعني هي بتبقى على حسب، هو بيبقى اساسا مديني الالوان اللي موجودة في الصورة، فممكن اختار منها او اختار لون تاني خالص زي ما انا حابة وزي ما انا شايفة اللي لايق على الصورة. وبعدين بختار داونلود علشان الصورة تبقى موجودة عندي على التليفون، وبس كده. وبكده نكون عملنا خلفية تشد، وفي نفس الوقت نقدر نعمل كمان الصور، الناس اللي بتحب تكتب على الصور او عندها جروب او حاجة تقدر تعمل الفكرة دي بمنتهى البساطة. وده اول فيديو من سلسلة ازاي تعمل محتوى يشد. ما تنسوش تدوسوا على زر الاشتراك او سبسكرايب علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجاية.